بيبدأ الفيلم بشخص اسمه صالح واللي كان بيتخانق مع درية مراته علشان لابسه لبس معفن، وهم رايحين يكرموا ابنهم بودي، بس درية بتعترف له بالحقيقة وبتقول له ابنه عامل مصيبة في المدرسة، وبنروح للمدرسة وبنشوف ابنهم بودي وهو عاوز يفجر المدرسة، وصالح بيفضل يعاتب درية لانها بتخليه يتفرج على الحاجات دي، وبودي بيبقى طالب كده شوية طلبات عشان ما يفجرش المدرسة، وهي ان باباه يجيب له بلاي ستيشن، وان باباه يعمل لهم باب في البيت علشان يعرفوا يخشوا ويطلعوا منه، وان باباه ومامته يبطلوا يتخانقوا، وصالح ودرية بيصعب عليهم كلام ابنهم، وصالح بيقول لدرية ربنا ياخدك يا شيخه انت اللي عامله في الواد كده، ودرية بتزعله وبيبداوا خناق تاني، وبودي بيتخانق وبيقول على الاسرار بتاعتهم، وصالح بيجيب اخره، وبودي بيفجر المدرسه وبياخدوا رفض اسبوع، وصالح ودرية بيفضلوا يتخانقوا في العربيه، ودرية بتقول كان ماله سامح ابن خالتي، وصالح لما بيسمع سيرته بتجيله الحاله وبيوقف العربيه وبينزلها وبيفضلوا يزعقوا مع بعض، وبنشوف بودي وهو مربوط زي شنط السفر، وصالح بيقفل على العربيه ويمشي ويسيبها، وبيروح الشركه وبيقعد مع ابن عمه كومبو وبيقول له على مميزات وعيوب درية، وبتجيله السكرتيره وبتقول له ان مستر زكريا عاوزه، وبنعرف ان صالح يبقى مهندس على الله حكايته فاشل يعني لانه هو اللي مصمم النادي، ومستر زكريا بيقول له تحب نبدا بايه، وبنعرف انه عامل المسجد عكس القبله، وان حمام السباحه عمقه اقل من مترين وعامل له منط عالي، وتسبب انه خلى المدرب يطلع على المنط ونط ونزل في البحر واتجبس، بس حلوه دي، ومستر زكريا بيرفضه من الشغل، وبنروح البيت وبنشوفه هو نايم على الكنبه، ودريه كانت بتفكر انها تموته بس بترجع في كلامها في اخر لحظه، وبيصحى صالح على صوت دريه وبيلاقي دريه وبودي مسافرين ورايحين فرح قريب الدريه، وصالح بيقول لها مش لسه على الفرح يوم، ودريه بتقول له انها هتنام في الشارع اليوم ده علشان البيت المعفن ده، وصالح بيقول لها تشتميني انا ماشي اما بيت اللي بنيته بنفسي طوبه طوبه لا، ودريه بتقول له اول مره في حياتي اشوف حنفيه ما بتنزلش ميه، وصالح بيقول لها سهله اهي وبينزل لها ميه من كوبس الكهرباء، تكنولوجيا يا جماعه، وبتقول له انها مش عارفه تفتح التلاجة من البوتاجاز ده، وصالح بيقول لها سهله عامل لك عجل في البوتاجاز زقيه وافتحيه، ودوريه بتقول له بلاش المطبخ وبتروح الحمام، وبتقول له ايه القعده دي، وبودي بيقول لها علشان الجاذبيه تسحب الحاجات اسرع، وصالح بيقول لها والنبي يا دريه عيشي عيشه اهلك ده انا معيشك في فيلا دريان، ودريه بتقول له اموت واعرف فين الدور الثاني، وصالح بيقول لها عامل البودي لما يكبر في المستقبل، ودريه بتقول له انا اول مره في حياتي اشوف بيت من غير باب، وبنشوفهم هم طالعين من الشباك وداخلين من الشباك، وصالح وهو قاعد بيسمع صوت غريب وبيقول اكيد ده صوت الفار، وبيقول يا انا انت النهارده يا فار، وبيخش اوضه الكراكيب وبيلاحظ حاجه غريبه ورا شرطه السرير، وبيلاقي حاجه عامله زي الدوامه، وبيجرب ان هو يحط ايديه وبتقوم شفطاه، وبيفضل يمر بحلقات عامله زي الكرتون لحد ما بيلاقي نفسه نزل في مكان فخامه الفخامه، وبيلاقي اتنين بيرقصوا مع بعض وبيستخبى ليشوفوه، وبيلاقي دريه بتخونه بس مع مين؟ مع نفسه، وبيلاقي مجله وبياخدها، وبيرجع لنفس الحلقات الكرتونيه تاني، وبيرجع بيته وبيقوم متكعبل ومخبوط على راسه وبيفقد الوعي، وبيصحى تاني يوم بصاروخ في رجله من مقالب بودي، وبيقول له دريه مش انتوا كنتوا سافرتوا؟ ودريه بتقول له ان الفرح باظ، وبيحط ايديه ورا ظهره وبيلاقي المجله، وبيعرف ان ده شخص شبهه وانه هناك مهندس ناجح، وان دريه مذيعه ناجحه، صحيح دريه في العالم ده مذيعه ولا حد يعرف عنها حاجه، وبيستغرب باللي شافه، ودريه بتخش وبتشوف المجله وبتقول له عامل لي مجله بالذكاء الاصطناعي يا ليفا، وبيروح له كومبو وبيشرح له على اللي حصل له، وكومبو بيقول له في نظريه بتقول ان الكون بتاعنا ده في زيه اكوان احسن مني ومنك، وصالح بيقول له عرفت الحاجات دي منين، وكومبو بيقول له من مجله ميكي ماوس، وصالح بيقول له صدق اني غلطان اني بسال حلوف زيك، وكومبو بيكمل كلامه بيقول له انت تخلي البطل يخش جوه الاكوان دي ويخش ويجرب هيخسر ايه يعني، وصالح بيقول له صحيح هيخسر ايه، وصالح بيقرر انه يروح العالم ده تاني، وبيوصل هناك وبيقابل السكرتيره وبتقول له مستر صالح مش انت المفروض تكون هناك وتنقذ الحوت الحزين، وصالح بيقول لها ممكن وهي بتقول له انت ليه مربي دقنك كده، وصالح بيقول لها بتوتر بس، وبيستغرب يعني دي سكرتيره ودوريه دي مراته، وبياخد منها المفتاح بتاع اوضه الفجوه وبيقفلها، وبيبدا انه يحلق دقنه زي الراجل اللي شبهه في الصوره، وبيخلص وبيلاقي الدوريه النسخه الجامده او التانية، وبتقول له مش انت المفروض تكون بتنقذ الحوت الحزين، وصالح بيقول لها خلاص بقى سعيد، وبيتفاجئ ان في كمان بودي هنا، وبيلاقي بودي معاه جرس وبيرنه، وبيقول لها هو بيرن الجرس ليه هو هطل، وبودي بيقول له ممكن اتكلم يا بابا، وصالح بيستغرب من التربيه، وبودي بيقول له يعني انت مش هتسافر الاسبوعين دول، وصالح بيقول له هم اسبوعين مش وحشين، ودوريه بتقول له بالمناسبه السعيده دي احنا هنروح النزهه، وبودي بيقول له لو سمحت يا بابي، وصالح بيستغرب من كلامه وبيقول له قلب وربي راضيين عنك اليوم الدين يا ابني، وبيطلعوا بيستغرب من جمال الحته،
وبيقول اكيد دي ديزني. وبنشوف درية وهي بتشرب الميه من غير صوت، وبيفتكر درية تانية اللي كانت بتشرب الميه وبتسمع على اخر الشارع، وبيتفاجئ ان اكله عباره عن خضار بس. وبيشوف مستر زكريا جاي من بعيد وبيبقى متوتر لا يعرف، ودرية بتقول له ما تنساش تجيب بودي من التمارين. وصالح بيعرف انه شغال عنده وبيقول له ده انا عندي حاجات موت كنت نفسي اعملها فيك، وبيتعصب عليه. وبيلاقي انذار بيضرب، وبيلاقي شويه رجاله جايين بيكهربوه علشان يهدى. ودرية بتستغرب من اللي حصل له، وصالح بيقول لمستر زكريا انت السبب. ودرية بتقول له اهدى لا يودوك الجنينه. وبنروح للبيت تاني وبنشوف صالح وهو بيقول لدرية كلام حب، وبيفصلهم بودي وبيحكي له عن شطارته في الامتحانات. وبيمشي وصالح بيكمل كلامه، وبودي بيقاطعه تاني علشان يغنوا له اغنيه. وبيمشي ولسه هيكمل كلامه، بودي بيخش تاني ويقاطعه، وصالح بيجيب اخره وبيتعصب والانذار بيضرب. وبنشوف الرجاله جايين تاني علشان يهدوه بالكهرباء وبيكهربوه. ودرية بتقول له انها عارفه كل حاجه ولسه صالح هيحترف لها بالحقيقه. درية بتقول له انا عارفه ان انت ما عالجتش العود الحزين. وصالح بيقول لها اه. ودرية بتنام وتسيبه، وصالح بيقرر انه يرجع للعالم بتاعه تاني، وبيلبس لبسه المعفن وبيرجع. وبنلاقي درية وبودي افتكروه حرامي وضربوه. ودرية بتقول لبودي ايه ده ما طلعش حرامي، ده طلع ابوك. وبودي بيكمل ضرب، ودرية بتستغرب من شكله وبتقول له كنت بتعمل ايه جوه الاوضه دي. وصالح بيقول لها ده كان في فرو كنت بحاول اموته. وصالح بيقول لهم ما حدش يقرب من الاوضه دي لانها فيها فرو عامل عيله جوه. وصالح بيسيبها ويمشي، وبيفضل بقى يروح هناك يوم وهناك يوم، ويشوف مره النسيم ومره الجحيم وهكذا لحد ما بيشوف رساله من صالح النسخه الثانيه وهو بيقول يومين بس ويرجع لكم. وبيروح لدرية الكحيانه وبيقول لها مش نفسك تغيري حاجه في حياتك. ودرية بتقول له اه والله سكينه المطبخ ما عادش بتقطع الطماطم. وصالح بيقول لها لا قصدي مثلا نتعلم الباليه. ودرية بتفضل تتريق عليه وبترقصه فعلا. وصالح بيجيب اخره وبيقول ماشي، وبيقرر انه يروح لوحده. وبيروح لابن عمه كومبو وبيقول له ان عاد بيضرب مخدرات، وانه لو فضل يقول كلام زي نهارك سعيد وحوت حزين فده بسبب المخدرات. وكومبو بيقول له يا نهار ابوك ابيض وبتضرب يالا. فصالح مش عارف يقول على اسم، فبيلاقي مجله مكتوب فيها ويزو في مسرح مصر، وبيقول له بضرب ويزو. وكومبو بيقول له ولا ويزو. وصالح بيقول له انت عارفه. وكومبو بيقول له ايه اللي عارفه ده ادمان يالا، ده انا اعرف واحد صاحبي كان بيضرب الويزو ده في ايزو، ولما ما لقاش مكان في ايزو عم بيضربه في طين. وبنروح العالم التاني وبنشوف صالح النسخه التانيه هو جاي من السفر، وبيقوم صالح النسخه الكحيانه ضربه وخده معاه في العالم بتاعه ونيمه على الكنبه، وقال له انت صعبان عليا والله ده انت هتعيش ايام سودا. وسابه ومشي وقفل الباب الدوامه بالخشب. وبيروح هو العالم التاني وبنروح لدرية الكحيانه وهي في العربيه وبتعرف ان صالح اترفد من الشغل، وبتروح البيت وبتضرب صالح التاني في وشه. وبيصحى الغلبان وبيقول يومك لذيذ وبيضحك. ودرية بتقول له ده انا هضحك عليك الخلق كله. وبيقطعهم كوبو بالشباك وبيعرف وبيقول اكيد ده اثر الويزو، وبيقول انا حذرته منه. ودرية بتزعق وبتقول اكيد متجوز عليا لانه بيفضل يقول رايح الشغل وهو مرفوض. وصالح بيقول لها اهدي لا ياخدوك الجنينه. وكومبو بياخد درية على جنب بيقول لها جوزك مدمن، وبيقول لها احد اذوه انه بيفضل يقعد في مكان لوحده وبيقفل على نفسه. ودرية بتبص على باب الكراكيب وبتقول له اه. وبنروح للعالم التاني وبنشوفهم قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون، والفيلم عباره عن كلمه بحبك وزقين خلص يعني. صالح بيستغرب لما بيلاقي درية بتعيط. صالح بيقول لها مش نفسك في اخ مع بودي. ودرية بتقول له ان المفروض يحجز في الهيئه. وصالح بيعرف ان الخلفه عندهم غير، وانهم بياخدوا عينات وبيجيبوا الابن بعدها ب9 شهور. وصالح بيتعصب وبيفهم هما ليه بياكلوا خضار، وبسبب عصبيته الرجاله بيجوا يكهربوه. وبيظبط نفسه علشان يروح شغله، وبيقابل درية وبتقول له لما تخلص تبقى تعالى نقعد في مطعم بالليل. وصالح بيوافق وبنشوفهم هما في المطعم. وصالح بيقول لدرية انا اكتشفت طريقه جديده للخلفه احسن من الهيئه ديت، وبيلاحظ حركات غريبه كده من درية. وصالح بيشك فيها وبيقول لها مين اخر فنانه كنت مستضيفاها. ودرية بتتوتر وبتشرب الميه وبتعمل صوت. وصالح بيتاكد ويعرف ان دي درية الكحيان، وبيقول لها جيتي هنا ازاي عكره. ودرية بتقول له ضربت المزمزيل بتاعتك ووديتها للعالم التاني وصبغت شعر زيها. وصالح بيستقصد ان هو يعصبها، وفعلا بتتعصب والانذار بيضرب والرجاله بيجوا يكهربوها. وبيعصبها تاني والانذار بيضرب والرجاله بيجوا يكهربوها. ودرية بتحاول انها تعصبه، وصالح بيقول لها ما تحاوليش. ودرية بتقول له كملوا سامح ابن خالتي. وصالح بيتعصب ويمسكوا ضرب في بعض، ايش حته من هنا وايش حته من هنا، والرجاله الانذار ما بيقدروش عليهم وبيطلبوا الجنينه. وبنشوف نسخه تانيه من كومبو وبيكهربوا. نروح للعالم التاني وبنشوف درية وصالح بيقابلوا بعض وبيتفاهموا مع بعض. وكومبو الكحيان بيقول له صالح جايب لي نسوان في البيت. وصالح بيقول له دي مراتي. وكومبو بيقول له طفل من بقك يا شيخ. وصالح بيقول لكومبو خدنا على قد عقلك واحكي لنا القصه كلها. وبيحكي لهم على القصه. وصالح بيقول له درية احنا لازم نتعايش مع الوضع لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. بنروح العالم
التاني وبنشوف هما داخلين الجنينه، وكومبو النسخه التانيه بيقولوا صالح ودريه انتوا تعديتوا المستوى الطبيعي في التعصب وهندوكوا فرصه تانيه لان دريه اعلاميه مشهوره وصالح هو اللي بنى الجنينه. وبنعرف ان كومبو ده رئيس الجنينه وبيخلصوا وبيروحوا، وصالح الكحيان بيقول دريه الكحيانه انت تاخدي بعضك وتمشي، ودريه بتقول له اشمعنى انا ما تروح انت. وكل واحد بيطمع في اللي هو فيه في العالم ده، ان يعني دريه مذيعه مشهوره وصالح مهندس ناجح. وصالح بيقابل بودي وبيقول لها اتفرجي على الاحترام، وبودي بيقول له بابا انا عايزه طرطر. وصالح بيقول لدريه انت جبتيه كمان، ودريه بتقول له ينفع يعني نيجي احنا الاثنين ونسيب ابننا لوحده. صالح بيبقى عاوز يزعق وبيزعق تحت المرتبه. وبنروح للعالم التاني وبنشوف كومبو هو بيعتذر لمستر زكريا علشان يرجع صالح للشغل بتاعه، ومستر زكريا بيوافق بس بشرط انه ياخد اقل منصب في الشركه. وبنشوف دريه النسخه التانيه وهي ماشيه في الشارع والناس بتستغرب من شكلها، وفي واحد بيطلب منها امضاء وبتقول له فين، وبيقول لها هنا. وبيقابلوا بعض في البيت وبيقولوا لبعض على اللي حصل لهم وبيستغربوا من العالم ده. وصالح بيقول لدريه انا عايز ازعق، ودريه بتقول له طب تعالى نروح نتفرج على اي فيلم على التلفزيون. وبنشوف عبد الحليم حافظ وهو بيدي كس لواحده وبيفتح الشباك وبيقول يا ده احنا ما كناش عايشين، وواحد بيقول له استر نفسك يا وسخ. وبنروح لدريه الكحيانه وهي في شغلها وبتقول الكلام ده مش هيسخن الحلقه، وبتفضل تقول كلام علشان تعصب المضيفه، وفعلا بتعصبها والرجاله بيجوا يكهربوها. وبنروح للعالم التاني وبنشوف صالح النسخه التانيه روق البيت بتاعه، وكومبو بيطلع وبيقول له ايه رايك في اللبس بتاعي ده هلبسه في فرحي. وصالح بيقول له مش انا اللي بختاره لك يبقى جامد. وكومبو ما بيبقاش مقتنع باللبس اللي هو مختاره له ده وبيقول له ما تدينا حبايه من لوزو ديت. وبنشوف دريه وصالح الكحيانين هم رايحين حفله تكريم لدريه وبيخلصوا وبتاخد الجايزه، ودريه بتقول له صالح مش هناكل ولا ايه، وصالح بيقول لها هناكل ايه اكلهم كله خضار. ودريه بتطلع شوكولاته وصالح بيقول لها النبي هات حته، وبيقعدوا يمزمزوا فيها. ودريه الكحيانه بتقول له صالح انا ولا دريه التانيه دي، وصالح بيقول لها كانك بتقارن شبشب حمامكم بجزمه كريستيانو. وبتقاطعهم واحده وبتقول لهم ابنكم فجر المدرسه وهيودوك جنينه. وبيروحوا يتاسفوا الكومبو وبيقول لهم مستحيل ابنكم عدى الرقم الكاسي في التعصب. وصالح بيقول له هتعملوا في ايه يعني، وكومبو بيقول له هنحوله لشجره. وكومبو بيوريهم واحد هو بيتحول للشجره. كومبو بيقول لهم وراكم ساعه واحده بس، وصالح بيقول له ايه هيرجع. وكومبو بيقول له لا تقرروا تحولوا لاي شجره. ودريه بتقول له صالح مستحيل نخليه يتحول. وصالح بيقول لها عندي فكره. وبنروح للعالم التاني وبنشوف دريه وصالح النسخه التانيين هم في فرح كومبو وبيباركوا له. وبنروح لدريه وصالح الكحيانين وهم في العالم التاني، وصالح بيلاحظ ان الفتحه صغرت وبيستنتج ان اي حد بيعدي منها بتصغر. بيروحوا العالم بتاعهم وبيتفاجئوا من فخامه الشقه، وبيروحوا فرح كومبو وبيباركوا له. وكومبو بيبقى سكران وبيقول ايه ده مش انتوا جيتوا مره قبل كده. وصالح بيقول لكومبو تعالوا نطلع نقعد بره. وصالح ودريه النسخه التانيين بيلاحظوا دريه وصالح التانيين وبيروحوا البيت، وصالح ودريه النسخه التانيه بيقابلوا دريه وصالح الكحيانين. وكومبو بيقول انا ليه مش ظاهر في المرايه، وبيقول يخرب بيت الحبايه اللي انا خدتها. وصالح ودريه والنسخه التانيين بيفهموا اللي حصل لهم. وصالح الكحيان بيقول ابني عاوزين يحولوا لشجره يعني ذوق وعافيه هنمشي. وصالح النسخه التانيه ما بيوافقش وبتحصل معركه بينهم، ودريه الكحيانه بتمسك دريه التانيه وبتفليها. وصالح النسخه التانيه بيفل صالح الكحيان، ودريه الكحيانه بتخلص على دريه التانيه وبتساعد صالح جوزها وبتلبس صالح التاني التلفزيون وبتخليه راجل الشاشه. وبيروحوا العالم التاني وبياخدوا كومبو الكحيان معاهم علشان يلغوا التحويل، وبيتفاجئوا من كومبو وبيتفاجئ من الشخص اللي شبهه وبيكهربه وبياخد دريه وصالح معاه وبيلاحظ ان كومبو هرب. وكومبو بيقول نفذ التحويل. وبنشوف بودي هو اتحول لشجر الجواف وبيتحبسوا. ودريه بتلاحظ ان الضرب اللي صالح التاني ضربه لجوزها مش ظاهر، وبتستنتج اللي بيحصل في العالم التاني بيرجع لاصله في العالم الاول. وبيعرفوا انهم لو خدوا بودي هيرجع لاصله في العالم بتاعه. وبيلاقوا كومبو جوه طلعهم وبيروحوا ياخدوا بودي من الجنينه، فبيقرروا انهم يرجعوا العالم بتاعهم. وبيتفاجئوا ان كومبو ما طلعش كومبو الكحيان، ده طلع كومبو النسخه التانيه وكان بيضحك عليهم. وصالح بيرمي الشجره في الدوامه ودريه بتنط وراه، وبتبدا خناقه بين صالح وكومبو. لسه كومبو هيموت صالح، كومبو الكحيان بيجي وبيدي رجل بيوديه العالم التاني، وصالح بيروح العالم التاني وكومبو لسه هيروح وراه الفتحه بتتقفل. وبيروحوا كلهم هناك، وكومبو لسه بيقول له صالح افتح يالا اللي زرد وحي. والرجاله بييجوا بيقولوا في حاجه يا مستر كمال، وكومبو بيفكر في القعده هنا وبتعجبه. وبعد سنه بنشوفهم كلهم قاعدين مع بعض بس لسه ما تفهموش مع بعض، والباب بيخبط وبيطلع كومبو وبيبقى شغال عندهم وبيسمعوا صوت خبط، وبيلاقوا دريه وصالح بس نسخه العمالقه جايين من العالم الثالث، وكلهم ما بيبقوش فاهمين حاجه. وبس كده. لو عجبك ملخص النهارده ما تنساش اللايك والاشتراك لان لسه في ملخصات اقوى من كده. ولو بتحب الافلام الاجنبيه او المصريه او حتى الكرتون يبقى ده مكانك، دوس اشتراك واحجز مكانك لان لسه في ملخصات اقوى من كده. وسلام.